السلام عليكم. كلشي بارطاجي اللي تيحب بلادو وتيحب سيدنا وتيحب الارض ديالو الصحراء المغربيه بارطاجي الفيديو. عندنا وقفه 30 مارس يوم الاحد في باريس، اجوا معنا تعرفوا كلشي. اخوتي العزاز، ايفغي سان غي ديفغي 94 كوتي لا ميري الساعه الواحده يوم الاحد 30 مارس ان شاء الله. واللي بغيت كلشي بارطاجي هذا الفيديو. الله يجازيكم بخير الناس اللي في باريس والناس اللي في فرنسا، بغينا نحضروا ونكونوا يدا واحده. شكرا لجمعيه العالم للمغاربه تترأسها السي عمر الانسان الوطني، وحنا كلنا يدا واحده وراء الوطن. هاد الوقفه هذه على الاكاذيب ديال بوليزاريو الوهميين اللي قالوا بانه كاينين معتقلين في مدينه القنيطره، بانه صحراويين معتقلين مغاربه وتيعذبوهم وبين اطلاق السراح ديالهم. لهذا الشيء لا اساس له من الصحه. تيطلقوا هذه الاشاعات باش يوسخوا الصوره ديال البلاد ويبينوا بان المغرب دوله ديكتاتوريه، وانه حنا تنتعداو عليهم وتنديروا وتنفعلوا، وهذا الشيء كله اكاذيب. العكس ذلك، هما اللي معتقلين المغاربه، عسكر جنود مغاربه في تندوف وتيعذبوا اطفال، وكاين الناس اللي في تندوف بغاو يدخلوا المغرب وهما محاصرينهم ما خلاوهمش يدخلوا. هنا هما اللي تيشجعوا ناس على الصفحات الفيسبوك والمواقع الاجتماعيه وتيخلصوهم باش يسيئوا الى المسؤولين المغاربه والى سيدنا والى البلد ديالنا الحبيب. رساله الى المغاربه في اوروبا، اليوم جاو باش نكونوا يدا واحده مع سيدنا ومع بلادنا ومع المسؤولين الشرفاء. اليوم تنخصنا نبينوا للعالم بانه تنغيروا على بلادنا، وبغيتكم تكونوا حاضرين وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو، وغادي يكون منها حتى صله الرحم، وغادي يكونوا الناس والمغربيات وغادي يحضروا بزاف ديال الناس. مرحبا بكم، جيبوا الرايات ديالكم، جيبوا وليداتكم، والف مرحبا بكم. ونفس العنوان غادي نحطو لكم في الفيديو. ورساله الى جهات البوليزاريو الفاشلين: نحن دائما اوفياء لوطننا وملكنا، احب من احب وكره من كره.